مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أهلا وسهلا فيكم بقناتي كوكيز كيتشن، مطبخ كوكي. اليوم عنا وصفة سوبر سهلة وطيبة ولذيذة وتتحضر بدقايق، اللي هي بتيفور البرتقال أو بسكويت الشاي. المقادير والمكونات مثل العادة موجودة على الشاشة، وبتلاقوها كمان بصندوق الوصف إن شاء الله. أطيب بسكويت شاي بنكهة البرتقال، ممكن تضيفوا عليه ليمون كمان، خفيف وهش وطري بنفس الوقت. بيتجهز بسرعة قياسية، يعني 5 دقايق. هلأ بنبقى مع المقادير. عندي 600 جرام طحين، تقريبا 3 كاسات ونص. 150 جرام زبدة، ممكن تصعيدوا عنا بكوب من زيت الذرة. حبتين بيض، رشة كتير خفيفة من الملح، وملعقة كبيرة بيكنج باودر، كاسة كبيرة سكر، نص كاسة عصير برتقال، وبدنا ملعقة صغيرة فانيليا، وملعقة صغيرة برش برتقال. هلأ بدي اخلط البيض والزبدة وبرش البرتقال وكاسة السكر. ممكن نستخدم خلاط الكوكتيل، الخلاط الكهربائي بيعطي نفس النتيجة، بس أنا اليوم رح استخدم الخفاقة. بضيف البيض مع السكر، وملعقة صغيرة من برش البرتقال، ممكن تستخدموا برش الليمون مثل ما حكينا، وملعقة صغيرة فانيليا، بس أنا نسيتها هون رح ضيفها بعدين. وكمان بضيف الزبدة مثل ما قلنا، ممكن تحطوا بدالها كوب زيت، بس الزبدة بتخليه يطلع هش أكتر البسكويت أو البيتيفور. خليهم ينخلطوا سوا كتير منيح لحتى يدوب السكر تماما. وبضيف عصير البرتقال بعد ما يدوب السكر. هلأ بلاحظ انه الزبدة لزقت على اطراف العجانة، فانا رح احاول نزلها بقلب الخليط مشان تنخلط وتدوب سوا كلياتها. برجع بخفقهم سوا شوي وبصيروا جاهزين. هلأ رح اضيف البيكنج باودر على الطحين، وكمان رشة خفيفة كتير من الملح. وهلأ بدي اضيف المزيج والطحين على بعضهم. طبعا نضيف الطحين بالتدريج، وهون ضفت رشة فانيليا لأنه نسيت حطها بالأول. طبعا لأنه بدي أضيفهم بالتدريج فرح أحركهم بالملعقة مشان ما يلزقوا بالكفوف عندي. بس حسا بلشت تمسك حالها شوي، بقدر صير اخلطهم بالايد وكمل باقي كمية الطحين. طبعا هي ما بدها عجن، يعني بدي ضل لمها على بعض، بدي لمها من الاطراف للوسط، من الاطراف للوسط، ورح تبقى العجينة عم تلزق بالايد بس بشكل معقول يعني.
وهذا الشي كتير طبيعي، هذا الشي اللي بيخلي قوام البسكويت مثل البيتي فور. لاحظوا كيف قوامه لساته دبق وبلزق عادي، هذا الشي المطلوب. هيك صارت جاهزة. كنت ناوية شكلهم كيس الحلواني، بس انتبهت انه الراس كتير صغير، فرح يطلعوا معاي كتير رفاع وصغار. لغيت الفكرة وشكلتهم بقالب المعمول. وكتير طبعا سهل، بس لازم نغبر قالب المعمول بالطحين كل مرة حتى ما يلزق بالعجينة. ممكن ترققوا، كل ما صغرتوا العجينة بتطلع حبة المعمول أرق. هون أنا شكلتهم بالشوكة، في حال مو متوافر عندكم أي قوالب أو أنتم مو حابين تستخدموا قالب، ممكن تشكلوا بشوكة. طبعا لازم ننظف قلب القالب من العجين كل مرة، ننتبه ممكن يكون لزق شوي مشان ما ينزع شكل الحبات الجداد. وفعلا بنصحكم فيه لأنه بيريح كتير. لاحظوا كيف بلش يلزق، فأنا لازم نحاول نطفه من جواته. طبعا مثل ما قلنا ممكن نعمله رقيق أو سميك، كل ما صغرنا العجينة بتطلع الحبة أرق وألذ. لاحظوا كيف العجينة لساتها دبقة، ما بضيف لها طحين، ممتازة هيك ومو صعب تشكيلها، لا تخافوا. هاي جهزت أول صينية بدي أدخلها على الفرن. طبعا الفرن عندي ساخن، حرارة 180 درجة على الرف التاني من تحت، ومشغل الفرن بس من تحت. آخر دقيقة لما بلاقي سفلن صار زهري برفعهم وبحمرن شوي من الوش وبكونوا جاهزين. هلأ في حال مو حابين تستخدموا قوالب المعمول، ممكن تستخدموا عود خشبي أو شوكة مثل ما حكيت لتشكيل البسكويت أو البيتي فور بكل بساطة، يعني بيعطي نفس النتيجة. هون بستخدم شوكة. هيك تقريبا كملت كمية العجين عندي، اشتغلتها كلياتها وصار عنا عدة أشكال. طلعت أول صينية من الفرن، بدي أدخل الثانية. عن جد ريحتها وشكلها روعة. قوامهم أول ما طلعوا مثل الكيك، بس طبعا لما هيك
يبردوا بصير بتيفور او بسكويت مثل ما بتحبوا. كمان الصينية التانية جهزت. ما شاء الله شكل وطعم روعة وسكرهم كتير خفيف. جربوا الوصفة وانا متأكدة حتعجبكن. حيصير البسكويت اليومي مع كاسة الشاي او فنجان القهوة. وهيك صاروا بسكوتاتنا جاهزين. صحتين وهنا. إذا حبيتوا الوصفة شاركوها مع أصدقائكم. لا تنسوا اللايك واكتبولي تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. وهذا تطبيق صديقتي لوصفة وربات بالقشطة وحبتها وعجبتها كتير كتير. باي.